3 حاجات هبطل اعملها في 2026. اول حاجه هبطلها في 2026 هي اني ابطل سعي. ثانيه واحده، انا لسه ما كملتش كلامي عشان ما تفهمونيش غلط، انا لسه ما كملتش الجمله. اني ابطل سعي اكتر من اللازم. اكتشفت ان انا من الناس اللي بسعى كتير وبحس برضو ان انا ما سعيتش كفايه، وكانت الظروف بتبقى عكسي في تحقيق اهدافي، وانا برضو بقاوح واقول لا، انا لازم احقق الهدف ده ولازم اسعى اكتر. انا مش هخلي الظروف تعاندني، ظروف ما عنداني لكن. فكنت انا بقى اللي بعاند الظروف واقول لا، انا هحقق الهدف ده، يعني هحقق الهدف ده واخد على دماغي في الاخر وما بيتحققش اصلا. لحد ما ادركت ان اللي مكتوب لي هيحصل، وربنا هيحط قدامي الفرص اللي انا عليا بقى في الاخر ان انا اختارها، وانا اللي عليا اختارها، واني اسعى بس ما اعملش لود على نفسي. يعني ربنا يكون حاطط قدامي الفرص وانا بس اللي عليا ان انا اختار وبسعى برضو، بس ما اعملش لود على نفسي. تاني حاجه ابطل اعملها في 2026 هي اني ابطل اقاوم واسيطر وامشي مع الفلو بتاع الحياه، اسيب الحياه توديني في الحته اللي هي عايزاها، طبعا مع التوكل واني اسلم امري لربنا. فتعالوا انتوا كمان معايا اعملوا كده الخطوه دي عشان مهمه قوي، ان انتوا تسلموا اموركم كلها لربنا، وان انتوا ما تحطوش كل حاجه في دماغكم. انتوا حطوا خلاص الهدف واكتبوه، بس ما تبقوش ماسكين قوي على تحقيقه او ان انتوا هتحققوه امتى او بأي طريقه او كل الكلام ده. لا، امشوا اكتر مع الحياه بالفلو بتاعها، وسيبوا كل حاجه على ربنا، وشوف ربنا، سيبوا ربنا يحقق لكم الهدف ده بالطريقه اللي هو عايزها مش اللي انتوا عايزينها. فتعالوا نبطل نعمل الحاجه ديت في 2026 وسلم امرنا لربنا. تالت حاجه بطل اعملها في 2026 هي اني اكون متاحه طول الوقت. انا ما كنتش كده قوي السنه اللي فاتت، ولا دي كانت طبيعتي، بس حسيت شويه السنه دي هي اني كنت متاحه اكتر شويه، فقررت ابطل الحاجه ديت في 2026. ابطل اكون متاحه ابطل اكون متاحه، متاحه برضه، ابطل اكون متاحه لاي فرصه، لاي موقف، لاي شخص، مش اي حاجه تيجي قدامي كده اجري عليها واكون يعني ما افكرش في الحاجه قبل ما اعملها. لا، اللي هو مثلا فرصه تيجي قدامي شغل او ان كان اللي هو ابقى عايزه اعملها او ادخل فيها او مش عارفه ايه، لا، ابطل اكون متاحه لاي فرصه، لاي شغلانه، لاي موقف، لاي شخص. اهدى كده شويه واختار المناسب ليا واشوف الدنيا ماشيه ازاي، اشوف بس الفرص الكويسه واحاول انتهزها، مش اي فرصه قدامي ادخل فيها. بس كده. بس كده يا حبايبي، ده كان فيديو النهارده، ودي كانت الثلاث حاجات اللي انا قررت ابطلها في 2026. فلو انتوا حبيتوا الفيديو اعملوا لايك، كومنت وشير، متنسوش تتابعوني على انستجرام، وان شاء الله لو في وقت كده والحته انزل لكم فيديوز تاني عن ازاي ندخل السنه الجديده واحنا حاطين اهداف بطريقه صح، او اي حاجه بخصوص السنه الجديده، فان شاء الله اكيد هعملها لكم يعني. وبس كده، تشاو تشاو.